هاي غالياتي، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لازلنا نتواصل مع حلويات عيد الأضحى المبارك. حلوة اليوم حلوة جد راقية، حلوة سيليكون لدير طندوس داير حالة في عام 2025 بحشو رائع، حشو اللوز والكراميل. بلا ما نطول عليكم تفضلوا مباشرة لطريقة تحضير هذه الوصفة. المقادير هي كالتالي: عندنا 500 جرام مارغرين الفرينة أكيد، عندنا 3 ملاعق عشاء مايزينا، وملعقة قهوة فاني، وبيضتين، وكيس هنا الكراميل يعطينا وذوق رائع للكادو تاعنا، ونصف سكر رطب. لاحظتوا معايا هنا ما كانش الخميره، ما استعملش الخميره في هذا النوع من الحلويات تاع السيليكون. حنستعملوا هذا السيليكون اللي داير ترند. نبداو بسم الله. اول شيء نبداو هنايا بالمارغرين والسكر، نخلقوهم مع بعض حتى يولي لنا مرهم كريمي. هكا نضيفو معاهم الفاني، نغلقو ونبداو بسم الله. حتى يولينا مرهم. شوفوا كيفاش ولا لي هنايا مرهم كريمي في اللون الابيض، هكا يخرج لكم الكاطو تاعكم ناجح. نسيت قبيل ما قلت لكمش على الزيت، نضعوا 3 ملاعق عشاء زيت، يعطينا واحد القرمشه وخفيفه الكاطو. ونضيفوا بيضتين هكذا، والكراميل. الكراميل تعطينا ذوق رائع، وايضا اللون يجيكم اللون شباب على الباط تاعكم. هكا نخلقوهم كامل مع بعضهم. شوفوا هنا كيفاش تحصلنا اللون هذا، هاي البيضة معناها خلاص امتزجت امتزاج نهائي 100%. يجيكم الكاطو تاعكم روعة. ودوك حبوباتي واش نعمل؟ نضيفوا الفرينة والمايزينا. هنا ما نخلطوش بالبيض خام، دوكا باليد بسم الله. اكيد ما تشوفوني نحط انايا فرينه هكا بدون غربل، راني غربلتها من قبل، غربلتها وضعتها في الصحن. لازمنا نغربلو، نخلصوا من الحبيبات او اي عوالق في الفرينه. هكا نهبطوها هنا ونخلطو دوكا باليد. الباط تاعي كيفاش جايه طريه بسم الله، ما هي طريه تلصق في اليد، ما هي ناشفه. ايوا نوضعها في كيس بلاستيكي، نخليوها ترتاح شويه هكذا. نحطو عليها باحكام، متشققش معانا. ونجيو نحضروا الحشو. بالنسبه للحشو انايا هنا الحشو اختياري، ما عندهاش اللوز تقدر تستغنى عن اللوز، تستخدم غير الكاوكاو. هنايا اللوز شيتو مطحون بسم الله. هكا يجيكم كأس كبير مملوء ونص، نضيفوا ليه الكاوكاو. حنا الكاوكاو طحنوه رقيق، يجيكم مليح في الداخل في الحشو تاعكم. انا ما نضعوش كامل، ما يجينيش غير باللوز هكا. ونجيو هنايا نطموه بالكريمه الطوفيه. نجيب سكين فتحه. الان نشكلوا كويرات الحشو بسم الله، هكا نعملوهم صغار. شوفوا نزيدو نجيبو العجينه ونشكلو منها الكوريات هكا.
يكون الحجم متوسط، باش اصلا المول سيليكون ماهوش كبير. لهذا نعملو كريات صغيره بالنسبه للخميره او الحشو. هكا حبيباتي. دركا نضربنا في كيس بلاستيكي ما نشفوش معانا، ونجيبو العجينه هكا نشكلو هي ايضا ها كريات هكا بهاد الاحجام. عندها الميزان تقدر دير الميزان، الميزان تاعي فسدوه لي قلت كان بعدا كنشريو من هنايا ما قعدتش نهائيا. انا على كل حال عيني ميزاني بدون ما استعمل الميزان. هكذا. وايضا كريات العجينه تبع في كيس بلاستيكي. دوكا واش نعملو، نجيبو هنايا كريات العجين هكا، نعملو هكا كي شغل حفره في الوسط. تبعوا معايا حبيباتي. ونجيبو كرية الحشو ونغلقو عليها هكذا هكا، نضغطو عليها كلش الفيد كاين بين الحشو والعجينه كتب ما تشققش معاكم نهائيا. هكا نجيبو المول نبسطو هكا المول ويخرج لكم هذاك الديسان. نشوفو معكم واحده اخرى. هاد الكاطو راه يجيكم بزاف بنين ويحمر لكم وجوهكم، يجي شكل راقي راقي جدا والبنه بريزونطابل هايله. هكا كرية الحشو نغلقو نضغطو ضغطه خفيفه اكيد كما قلت لكم ما يكونش كاين الهواء بين الحشو والعجين. فوالا نوضعوها هنايا في المول ونبسطو هكا نكملو كامل بنفس الطريقه حبيباتي. وشعلونا من الفرن من تحت. دوكا شويه نقول لكم كيفاش طريقه الطياب تاعها. هنا بعد ما كملتهم كامل شوفوا نديرو هاد البلان نضعو عليه بابي كويسون، وهذا رانا نقلبوه هكا لازم تقلبوه ما يحمرش معاكم ما يفسدش. قلبوا على هذا الوجه وخليوه يطيب. انا شعلت الفرن تاعي من تحت ومن الفوق ما شعلتلوش. انا هذوك كما طاب لي من تحت نشوفوا اسكو طاب من الفوق ايضا. اذا ما طابش من الفوق راني نشعلو من الفوق. اوكي حبيباتي نلتقي بعدا يا بالكاطو. راولي من تحت دوكا راني نحط النوع هي هكا نشوفوا اسكو طايب ولا لا. راني لقيتو ما طابش من الفوق، اذا درك راني نشعلو من الفوق ونرجعو يطيب. اوكي حلوة اليوم راهي جاهزة جاية ما شاء الله، شكل راقي ورائع جدا. والبنان ما نحكوش عليها اكيد بحشو اللوز والكاوكاو والكراميل، جبنا طب مع كلاصاج الشوكولاته. قصة معاكم واحدة في الاخير ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم وتجربوا هذه الوصفه لعيد الاضحى المبارك. ما تندموش عليها، اللي ما جربهاش راه راطه. هذه الوصفه هايله بالبزاف. والى اللقاء في وصفات اخرى من حلويات عيد الاضحى وروتين عيد الاضحى ان شاء الله. الى اللقاء.